الفنانة ياسمين عبد العزيز خست بشكل مش طبيعي، والجمهور عملتيها ازاي دي؟ اهلا بكم في قناتي اخبار النجوم مع ايميل. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، اختكم محتاجه دعمكم. حابه اشكركم على دعمكم لقناتي، يا رب يديمكم نعمه في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. الفنانه ياسمين عبد العزيز، مفيش بيت في مصر او في العالم العربي ما بيحبش ياسمين عبد العزيز، مفيش حد يعرف يعمل ادوارها. فنانة متميزة بيحبها الجميع من صغير لكبير. شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حسابها على الانستجرام وعلقت: عايش على صورة بتجمعها بالفنان كريم فهمي والمنتج كريم السبكي أثناء التدريب في صالة الألعاب الرياضية. مؤخرا تحرص الفنانة ياسمين عبد العزيز على مشاركة جمهورها يومياتها من صالة الألعاب الرياضية، وتستعرض رشاقتها ونقصان الوزن. على جانب آخر ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز وهي ترتدي نظارة شمسية بعد فقدانها الكثير من الوزن، وعلقت: خطر قوي. حازت الصورة على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وبدلتهم ياسمين عبد العزيز التعليقات الساخرة على الصورة، حيث قام أحد متابعيها بالرد قائلا: لا إحنا لازم نتجوز بسرعة. لترد الفنانة ياسمين عبد العزيز: اتقفلت من الصنف كله. علق آخر: احلوينا بعد الطلاق. وعن آخر مشاركات الفنانة ياسمين عبد العزيز، مسلسل ضرب نار اللي شاركها البطولة الفنان أحمد العوضي عرض في موسم رمضان 2023. وعلى جانب آخر تعود الفنانة ياسمين عبد العزيز لجمهورها في موسم رمضان 2025 بعد ما تعاقدت على مسلسل جديد من إنتاج شركة سينرجي وتأليف عمرو محمود ياسين للمرة الثانية على التوالي. الفنانة ياسمين عبد العزيز مع كريم فهمي، وده بعد نجاح مسلسل نحب تاني ليه 2020، تحضير مسرحية كوميدية بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، إخراج خالد جلال. هيشاركهم المسرحية إيمان السيد وبدرية طلبة ومحمد عبد الرحمن توتة. بنتمنى للفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز مزيد من التألق والنجاح. ياسمين عبد العزيز معشوقة الجماهير.